المستديرة المجنونة، أنتم على موعد مع قمة فريدة من نوعها ما بين نادي أزاز ونادي بزاع. مباراة سيكون مسرحها ملعب مدينة نادي الباب. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الأولى من الدوري السوري الموحد، مباراة تعد بكثير من الندية والتشويق. جماهير قلعة الكؤوس أعدت العدة جيدا من أجل مناصرة فريقها في أول امتحان له ضمن الدوري السوري الموحد، وجماهير القلعة لن تقبل إلا بالفوز والنقاط الثلاثة. بالمقابل فإن أزاز لن يكون لقمة سائغة وسيأتي إلى ملعب الباب من أجل الظفر في أول 3 نقاط ضمن مشوار الدوري. مباراة متكافئة إلى أبعد تقدير، لا ترجح كفة فريق على آخر، والفريقان يمتلكان من النجوم والمواهب ما يكفي من أجل خوض هذه المباراة. بزاع على أرضه وبين جمهوره يتطلع لبداية قوية وصاخبة تكون سندا له في قادم الجولات. أزاز أيضا أعد العدة لهذه الموقعة، ويدرك بأن المواهب والخبرة ستكون مفتاح الفوز والعبور. نادي بزاع الذي لم يسبق له الفوز في الألقاب الرسمية سيحاول في هذا الموسم أن يكون هذا اللقب هو الرسمي الأول له. في المقابل فإن نادي أزاز اعتاد على الفوز في المباريات التي شارك بها من خلال دوري أزاز، وحقق في كثير من الأحيان المركز الأول وفي كافة الفئات. يمتلك نادي أزاز موهبة شابة تدعى غازي غزاوي. بالمقابل فإن قلعة الكؤوس تعج بالنجوم، أبرزها يأتي المرخش على رأس القائمة، وأعد مدرب نادي بزاع الكابتن محمد جعفر الخطة من أجل هذه الموقعة الكبيرة والمهمة. نادي بزاع في هذه الموقعة سيحاول جاهدا ألا يتعثر على أرضه، وأيضا نادي أزاز سيحاول أن يأتي لملعب المباراة والخروج دون خسارة أو تعادل. مباراة في جعبتها الكثير بانتظار أن تفوح بكامل أسرارها في موقعة الجمعة القادم في مدينة الباب. موعد المباراة الساعة 3:30